بلش بأول شغلة شلون الواحد فيكم يسوي اكونت امريكي من غير ما يعتمد على احد، يعتمد على نفسه. راح اوريكم الطريقة خطوة. طبعا بعد ما تكتبون create apple account بجوجل راح تنزلون تحت بالسهم، راح تلقون هذه الصورة. تابعون. بالنسبة لاختيار الباسورد تقدر تحط أول حرف كابيتال، بعدين تحط لك اسمك مثلا، بعدين لازم تحط لك رقم. يعني الفكرة إنه لازم تحط بهالطريقة هذه. بعد ما تحطون الإيميل والباسورد وتكررون الباسورد والاسم الأول والاسم الأخير زائد المواليد، تنزلون تحت بالسهم. الحين راح نكمل. بالنسبة لصفحة الأسئلة والأجوبة اختار أي سؤال، بس بالنسبة للجواب حط شيء معروف. يعني مثلا أنا أول جواب حطيت اسمي والاسم الثاني، بعدين حطيت مواليدي. يعني ملاحظة وايد مهمة في حال بعد ما تحطون الأسئلة والأجوبة صوروا الصفحة هذه، لأن راح تحتاجونها في حال إذا ضيعتوا باسورد الأكاونت من السنة. الحين خلصنا شلون سوينا الاكونت. الحين راح اعلمكم الطريقة شلون تنزلون البرامج من خلال الايفون. تتبعون خطوة. الحين راح انزل لكم الصور خطوة خطوة. الحين في حال اذا حبيتوا تسوون اكونت تربطون على الفيزا، تختارون الكويت او السعودية او قطر او البحرين، او اذا تبي تسوون اكونت امريكي فري. الحين راح نختار امريكا، لان في حال اذا تبي تسوون الاكونت الامريكي راح يكون فري، تنزلون البرامج مجانا. في حال اذا حبيتوا تعبون رصيد تشترون كروت